علينا أن نأتي إلى هذا القرآن ونفتحه لنقول لكل آيات الحدود أنت مجمدة، انتظري صاحب الزمان. ونقلب القرآن لنقول لآيات التعزيرات أنت مجمدة، انتظري صاحب الزمان. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى مصير الأمة مجمد، انتظر صاحب الزمان. وسورة التوبة والأنفال والأنعام والأعراف وكل الآيات التي تدعو إلى الجهاد والثورة ورفض الظالمين نقول لها عليك أنت مجمدة، انتظري صاحب الزمان. 3/4 القرآن مجمد، كل آيات القتال والجهاد والآيات السياسية والعلاقات السياسية والحدود والتعزيرات، وحتى بالنسبة لبعض الفقهاء باب القضاء كله مجمد. وبالتالي يصبح هذا القرآن كتابا للقراءة على الأموال، ونستفتيه في بعض آياته عن صلاتنا، عن غسلنا، وعن صومنا، وعن حجنا، وعن حقوقنا الشرعية، وكان الله يحب المحسنين.